انا هقول حاجه دلوقتي وعارف اني هتشتم عليها. زيزو ما قدمش اي حاجه مع الاهلي في ماتش مودرن سبورت. طبعا الشتيمه دلوقتي هتبدا تشتغل، بس انا هقول لك بالعقل. زيزو لم يشارك في اي كره خطيره طول ال90 دقيقه مع الاهلي، في كره متحركه يعني، الا في الكره اللي عملها عرضيه لمحمد علي بن رمضان. اما زيزو طول ال90 دقيقه فهو ما قدمش اي حاجه، او يعني لو حد شايف اي حاجه تانية غير اللي انا بقولها يا ريت يوريها لي. انا ما شفتش لزيزو اي لقطه كويسه في ماتش مودرن سبورت. هيطلع برضو ناس تانية تقول لك بص الغل، بص اصل الزملكاوي. انت لا هتعرف انا زملكاوي ولا هتعرف انا اهلاوي ولا هتعرف انا ايه بالظبط، بس انا بتكلم بما يرضي الله. زيزو ما قدمش اي حاجه. زيزو قدم الحاجه الوحيده اللي مهما كان مستواه وحش هو بيفضل بيعرف يعملها كويس، ان هو بيلعب ضربات ثابته كويس جدا، وهو ده اللي عمله زيزو. زيزو لعيب كواليتي عالي قوي، وشفته في كاس العالم للانديه كان مكسر الدنيا. كواليتي لعيب زي زيزو ان ريبيرو ما يعرفش يستغله، فدي كارثه على ريبيرو مش ازمه في زيزو. زيزو لعيب جامد قوي، وعلى فكره اكبر دليل على كلامي ان مش زيزو بس لوحده اللي كان وحش، تريزيجيه هو كمان كان وحش، بن شرقي لما بينزل هو كمان بيبقى وحش. فلعيبه الاهلي او التشكيله الهجوميه مع الاهلي مع ريبيرو هي مش عارفه هتعمل ايه بالكوره، ومش مشكله لعيبه، هي مشكله ريبيرو. وعشان بس الناس ما تفهمش كلامي غلط، زيزو فعلا ما قدمش حاجه مع الاهلي غير كروسين من ضربتين ثابتين. اما في اطار الكره المتحركه فزيزو ما قدمش حاجه، مش عشان زيزو وحش، عشان ريبيرو ما قالوش يعمل ايه بالكوره.